يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. هم ناصروا المختار في تبليغه فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الطريق لسانهم وتجرؤوا. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في لقائنا السابق أن أعداء الإنسان 4: جنود الشيطان ونفسه والقرين والشيطان ذات نفسه. وأعطينا مثالا في لقائنا السابق حول تمرد رجل صالح على قرينه الذي يدعوه إلى الإلحاد وإلى الشرك وإلى الكفر بالله. واليوم نواصل ما قد بدأنا فيه في حوارنا مع الملحد، ونتكلم عن قرين آخر في سورة الزخرف. ولكن هذا القرين هذه المرة يستطيع أن يجعل صاحبه معه في جهنم. قلنا الإنسان في هذه الحياة الدنيا لابد أن يمر على هذه الأعداء 4، والذي ينجو منهم بفضل من الله سبحانه وتعالى يكون من أهل الجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها. وتكلمت عن القرين في المرة السابقة لأنه عدو يغفل عنه كثير من الناس. وقلت القرين هو الشخص الملازم للإنسان، وقد يكون من الجن أو من الإنس، وقد يكون من الجن أو من الإنس. وتكلمت في هذه القضية في المرة السابقة. الجن إنسان بعيد عن الله يقيض الله له جنا أو شيطانا يصده عن السبيل. والإنس هو الصاحب أو الشيء الذي تراه بصفة مستمرة يدعوك إلى التخلي عن الدين أو عن ثوابت الدين وما إلى ذلك. في سورة الزخرف الله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش دي فعل مضارع مجزومة. يعش يعني العشاء هو الذي لا يبصر الشيء جيدا، لا يراه، زي العشاء الليلي، ده مرض في العين. ولكن هذا الرجل يتعمد ألا يرى. هذا الرجل ايه؟ يتعمد ألا يرى. يبقى هو الذي يصنع العمى لنفسه. جاء بالعشاء هنا لسبب مهم، أن هذا الرجل
لا يبصر الحق ويبصر الباطل، لا يرى الحق ويرى الباطل. أي إنسان لا يرى الحق ويرى الباطل يسمى أعمى وإن كان له بصر. يسمى إيه؟ أعمى وإن كان له بصر. وهذه مشكلة كبيرة يعيش فيها كثير من الناس. لماذا لا يصلي كثير من الناس؟ لماذا يفسد كثير من الناس؟ أسئلة تحتاج إلى إجابة. والجواب لأن هذا الإنسان استسلم إما لجنود الشيطان، أو استسلم لهوى نفسه، أو استسلم لقرينه، أو استسلم للشيطان ذات نفسه. وأحب أن أوضح شيئا مهما. ما هو؟ الإنسان لحظة. يعني إيه لحظة؟ يعني أنت مثلا ممكن طيلة حياتك تعمل أعمالا طيبة، فحذاري ثم حذاري أن تتواكل على هذه الأعمال الطيبة. ليه؟ وما يدريك أنها قبلت؟ فيجب عليك أن تظن في نفسك دائما أن عملك لم يقبل بعد. ليه؟ حتى تعمل المزيد والمزيد 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 والمزيد. فالإنسان لحظة، وقد تكون هذه اللحظة في نهاية حياتك وأنت لا تشعر. ولذلك الشيطان يؤمل في الإنسان كثيرا، حتى الرجل الصالح لا يتركه. لماذا؟ يتمنى فيه أن لو أشرك بربه ولو في نهاية حياته. هذه هي خطورة الشيطان، كما فعل مع برصيص العابد. كم عبد الله هذا الرجل كثيرا، ولكن السؤال على أي شيء مات هذا العابد؟ مات وهو يسجد للشيطان. والله يحاسب العبد بالخواتيم. والله يحاسب العبد بالخواتيم. ولذلك فالإنسان ينبغي أن يكون على حذر في هذه الحياة الدنيا. وهل نحن أفضل من رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي قال في حق نفسه: وإني لا أدري ما يفعل بي؟ يرحمكم الله. أو هل أنت أفضل من عمر رضي الله عنه حينما ذهب لينظر في اسمه في المنافقين؟ طب لما عمر يعمل كده، امال احنا نعمل ايه؟ فحذاري ان تتواكل على صدقة او على صلاة او على عمل خير، ما يدريك لعله لم يقبل بعد. الشيطان يلعب على هذا الوتر. قد يأتيك من باب أنك رجل فاضل، رجل فاضل، عندك علم، عندك مال، تفعل الخير، فيأتيك من هذا المدخل وأنت لا تشعر، فيحولك من العمل لله إلى الرياء والسمعة والعياذ بالله. وقد يأتيك بالعكس من باب الإحباط واليأس، يقول لك: انظر إلى أحوال الناس، انظر إلى حجم الفساد، فماذا ستفعل في دنيا الناس؟ وهذا ليس من صفات المؤمن أبدا.
المؤمن هو الذي يعيش لله ولو كان وحيدا في هذا الكون. المؤمن هو الذي لا ينظر إلى غيره، وإنما ينظر إلى الفضل الذي جعله الله فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن سنة حسنة في وقت يسن فيه كثير من الناس العمل السيء. ولذلك أنا هقول لك شيء غريب جدا، نحن نفعل العكس الآن في حياتنا الدنيا. إزاي؟ الله عز وجل أتى بآية يقول فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وآية: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا دي بداية السبق. شوف كده سبق كده، الكل على خط البداية، كله واقف وكله بيعشم انه يسبق. فإذا بدأ السبق بيكون بقى السبق ده في الدنيا ازاي؟ خلي بالك، على قدر الإيمان. يعني ايه؟ واحد مثلا إيمانه 5%، يجري في الدنيا قد ايه؟ 5% ويقع والعياذ بالله. واحد إيمانه 10%، 20%، وهكذا. طيب في هذا السباق 5 6 15 70 و100,000 200,000 400,000 وقعوا. هل العقل يقول أنك تنظر خلفك إلى من سقطوا وتقول أنا أجري لوحدي في السباق وتقف؟ في حد بيعمل كده؟ الجواب لا. أمال العقل يعمل إيه؟ يفرح، يقول أنا على وشك الذهاب إلى خط النهاية لأفوز بإيه؟ بهذا السباق. ولذلك المولى عز وجل يقول بقى لمن سبق وتقدم وفاز، يجي له بقى هنا النداء ايه بقى؟ مش يقول له وسارعوا، لا، يقول له وسابقوا. يعني ايه وسابقوا؟ بينك وبين الجنة بضعة خطوات، فسابق، سابق، زد، تمادى في عمل الخير، تمادى. وما يدريك أنها تكون لحظتك التي تسعد بها في دنياك وفي آخرتك. ولذلك العبرة بالخواتيم، والشيطان لا ييأس أبدا من العبد مهما كان إيمانه. وذكرت لكم قبل ذلك أن ابن الإمام أحمد بن حنبل، والإمام في سكرات الموت وهو من هو، وكان إذا فاق من سكرة الموت قال بعد 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 بعد. فقال ابنه له يا أبتي كنت تقول كذا وكذا في سكرة الموت. فكان الإمام أحمد يقول يا بني كان الشيطان يأتيني ويقول لي فلت مني يا أحمد، فأقول له ليس بعد، طالما أنك على قيد الحياة فالصراع بينك وبين الشيطان له هدف واحد، أن يدمر حياتك وأن يجعلك في أسفل سافلين. ولذلك الدين له هدف واحد لا ثاني له، أن يحافظ عليك لا سيما في زمان الفتن،
فمن العجيب ومن الغريب أن تجد الناس يوقنون ويقرون ويعترفون أنهم في زمان الفتن، ومع ذلك يبتعدون عن الدين. شوف التناقض. اسأل أي إنسان الآن يقول لك احنا في زمن العجائب. زمن العجائب؟ ازاي زمن العجائب؟ رجل رئيس الوزراء اليهودي الذي كم قتل من الأطفال والنساء والرجال، كم أحرقهم وهم أحياء، وتراه يمشي ضد الإرهاب. سبحان الله. فمن الإرهاب إذن؟ فمن الإرهاب إذن؟ نحن في زمن العجائب، والمسلمون يحرقون ويقتلون في كل مكان في العالم. ها هي غزة شاهدة بآلامها وأحزانها، وها هم المسلمون في مينمار وفي إفريقيا الوسطى، وها هي المساجد تدمر، ومع ذلك لا ينتفض أحد. وها هو رأس الإسلام رسول الله عليه الصلاة والسلام يسب ويشتم كل يوم صباح مساء على رؤوس ومسمع من كل العالم، ولا ينتفض أحد. ما هذا؟ ولذلك هل تريد أن تعرف لماذا وصلنا إلى هذه الحالة؟ الجواب قديما امرأة نكرة. يعني ايه نكرة؟ لا نعرف اسمها، ولكنها تعدى عليها رجل يهودي كشف عن سوءتها فقالت: ومعتصما. وكان بينها وبين المعتصم مسافات طويلة، فانتفض المعتصم لامرأة المسلمة لا يعرف اسمها. والآن رأس الإسلام يسب ولا أحد له. هذا هو حال المسلمين الآن، حال حرجة، حال سيئة. ولذلك لا تتحدث عن الأخلاقيات ولا عن السلوكيات. إذا كان رأس الهرم يفعل به ذلك، فعن أي شيء تتحدث؟ ولذلك نحن في أمس الحاجة إلى الدين. الدين هو مصدر الأمان لك، لأن الشيطان لو تمكن منك حطمك. ومتى يتمكن الشيطان منك؟ إن واجهته بمفردك. لكن إنسان بينه وبين ربه صلة، لو فكر الشيطان أن يتقدم أو أن يقترب منه استعاذ بالله، احتمى بالله، ففر الشيطان هاربا، لأن الله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك تأتي هذه الآية: ومن يعش
شوف يعشو دي، هذا رجل يتعمد أن يبتعد عن الدين. زي الوقت مثلا واحد يقول لك أنا ملحد، أو رجل يشكك في ثوابت الدين. طيب الأزهر قال لهؤلاء: أي إنسان عنده إشكالية، لا يفهم حديثا، لا يفهم نصا، هناك من العلماء الأجلاء الذين يستطيعون أن يقولوا لهذا الرجل ويفهمونه هذه المسألة. ونحن هنا في هذا المكان على سبيل المثال لا الحصر تعرضنا لبعض المسائل التي يقضحون فيها. كم ذكرت لحضراتكم بعض المسائل ان في بعض الناس لا يفهمون بعض معاني القرآن الكريم، والقرآن كتاب معجز. أديك مثلا مثال واحد. عندي سورة البقرة 148 آية 148، الله جل جلاله يقول: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قدير دي لو أنا قلت لك يعني إيه، تفتح أي كتاب تفسير يقول لك قدير يعني إيه؟ يعني مستطيع. قدر على الشيء، استطاع الشيء. لا، في القرآن قدير غير مستطيع خالص. ازاي؟ شوف اللغة بتفرق بين 3 حاجات: قدر، استطاع، أطاق. ال3 دول ممكن يكونوا عندك بمعنى واحد، لكن في هذا الكتاب المعجز ليسوا بمعنى واحد. ازاي؟ لما اقول لك فعل قدر، تعرف ان الشيء الذي تفعله، الشيء ده شيء ضعيف 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 جدا بالنسبة لقوتك. زي ايه؟ بقول لك حضرتك قدرت على حمل هذه الورقة، ما دام استخدمت قدرت يبقى ايه؟ يبقى الورقة دي ايه؟ ضعيفة جدا بالنسبة اليك. زي ما تقول له واحد شيل الريشة دي، يقول لك ريشة ايه؟ ده انا انفخ فيها كده. طب ايه اللي خلاه يقول كده؟ ان حجم الريشة، قوة الريشة بالنسبة الى قوتك ايه؟ شيء لا يذكر. خلاص؟ فلذلك اي شيء يتعلق بقوة الله دي لازم يجي قدره اللي هي قدير. فنقرأ الآية تاني اهو: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يجي ولد ملحد يقول لك ايه؟ هو ربنا هيقدر يجمع الناس دي كلها مرة واحدة؟ نقول له ايوه. يقول لك ازاي؟ نقول له علشان ان الله على كل شيء قدير. قدير يعني ايه؟ يعني هذه المسألة بالنسبة إلى عظمته وقوته لا تساوي مقدار ذرة. لا تساوي ايه؟ مقدار ذرة. ولذلك عشان المثل يقرب إلى ذهنك، انت الآن
أنت لا تستطيع أن ترى الملك. شوف الملك، طب ملك واحد زي جبريل ده كما في الحديث الصحيح ملأ ما بين السماوات والأرض، حجمه سد ما بين السماوات والأرض، له 600 جناح. ده مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق واحد. امال لو كلمتك بقى على السماوات وبتوع الفضاء يدي لك حاجات لا يستوعبها العقل. لك في دلوقتي 300 مجرة، والمجرة الواحدة قد ايه، قصص وحكايات. وده بالنسبة لكرسي الرحمن لا يساوي ذرة، وكرسي الرحمن بالنسبة إلى عرشه لا يساوي ذرة. فكيف بقدرة الله؟ تيجي تقول لي ربنا يقدر يجمع الناس، ناس مين؟ ناس ايه؟ شوف المستوى متدني الى ايه. يبقى ده كلمة قدر. يبقى لما يقول لك ان الله على كل شيء قدير تعرف القوة العظمى لله بالنسبة الى ما يقوم بفعله. لكن لما يجيب لك استطاع، القوة متساوية. قوة ايه؟ متساوية. زي حضرتك مثلا بتعرف تشيل 50 كيلو، قوتك 50 كيلو. اقول لك هل تستطيع حمل هذا الشيء؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول لك ايه؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. حط استطاع هنا، ما قالش قدر. ليه؟ لأن لازم تكون معاك قوة متكافئة للحج من المال ومن الصحة. طب إنسان ليس عنده مال يكفيه للحج يسقط. إنسان ليست عنده صحة تكفيه للحج. شوف جمال القرآن. إنما أطاق الشيء ده أكبر منك. الشيء ده إيه؟ أكبر من قوتك. يعني أنت لو شلته يسبب لك تعبا ومشقة. زي زي الصيام. وعلى الذين يطيقونه. شوف قال هنا يطيقونه، مش يقدرونه أو يستطيعونه. قال لك إيه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية. طب قال لك هنا يطيقونه لمين؟ للمريض الذي إذا صام في مرضه أصيب بضر أو مشقة أو تعب يسقط عنه. للمسافر، للمرأة الحامل، للمرأة المرضع التي لو صامت ربما ضر ذلك بولدها أو بجاننها أو بحملها. شوف الإسلام بدي عندك 3 كلمات. في عقل في الدنيا يقدر يضع هذه الكلمات في هذه المواضع الدقيقة؟ لا يمكن. لا يمكن. عشان كده بقول لك هذا الكتاب كتاب معجز. امال المشكلة في ايه؟ بمنتهى الصراحة المشكلة ان هو كتاب عالي. يعني عاوز ناس لها ذوق. أعداؤنا علموا أن المفتاح لفهم القرآن هي اللغة العربية. طب الحل؟ عملوا 3 خطوات. وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، ما تسمعش القرآن ده خالص. وقال الذين كفروا أهو لا تسمعوا لهذا القرآن، تسمعوش، لأن لو سمعته هتتذوقوا. طب وإذا سمعت والغوا فيه، يعني ما تخليش حد يفهمه،
شوف لعلكم تغلبون. طب انت هتفهمه ازاي باللغة العربية؟ يوم يجي لك يمنع عنك اللغة العربية، يخليك تعيش في العامية اللي احنا عايشين فيها الوقت، اللي احنا بنسميها محو أمية. طب راجل له عارف الفرق بين قدر ولا استطاع ولا أطاق ولا الكلام ده كله، يبقى القرآن بالنسبة له كلام زي كلام البشر. فيجي ولد بقى ما بيفهمش حاجة يقول لك القرآن فيه أخطاء. أخطاء إيه يا ابني؟ لكن القرآن فيه أخطاء نحوية. طبعا نحوية بتنطق بتسكين الواو. طب أنا بقول له إذا كان الكبار من المشركين من أهل اللغة، ما هي اللغة دي القرآن نزل بكلام عربي مبين ليه؟ كان بيتحدى العرب. أعلى الناس في استخدام اللغة. كل نبي بيأتي بمعجزة إيه؟ من جنس قوم. سيدنا موسى السحر، السحرة، أمهر سحرة كانوا في مصر. سيدنا عيسى بالطب. نبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن. بس الفرق بين ثلاث معجزات فرق جوهري، خلي بالكم منه. ايه هي؟ معجزة موسى وعيسى كانت فيهما. يعني ايه؟ معجزة سيدنا موسى كانت في عصاه. طب لما مات موسى المعجزة انتهت، لان ما يجيش النهارده واحد يمسك عصايه يقول لك ايه، انا لو عملتها كده البحر هينفلق. لا، العب بعيد. هذه المعجزة خاصة بمين؟ بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومعجزة عيسى في الطب. فلما رفع عيسى إلى السماء، وهذه عقيدتنا في عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه مرفوع في السماء، انتهت معجزة الطب. يعني لا فيه واحد هيحيي الموتى ولا الكلام ده، خلاص. أما معجزة النبي فلم تكن في نفسه، وإنما كانت في هذا الكتاب. طب مات النبي وبقيت إيه؟ معجزته خالدة تقيم الحجة على كل الناس. شوف احنا في القرن 21، زي ولد جاي في الفضائيات يقول لك احنا في القرن 21، العالم وصل للقمر ووصل مش عارف للمريخ، وانت عمال تكلمنا في النحوي. طبعا اكلمك في النحو، لان هذا هو اسمى معجزة. وإلا خبروني بالله عليكم يا اخي. انا هقول لك حاجة، هؤلاء العلماء اللي في الغرب لماذا يدخلون في الإسلام؟ ليه بيدخل في الإسلام؟ سبحان الله. مجرد ما يسمع بس القرآن الكريم، مجرد سماع، إنه كلام يأخذ بالقلب بالفؤاد، كلام يخالط المشاعر والأحاسيس. لا يمكن لأحد أن يحفظ كتابا عن ظهر قلب يتلوه بالحرف إلا في هذا الكتاب. كتاب فريد في كل شيء. وأنا قلت لكم قبل كده في مؤتمر علمي طبي، كان راجل بيتكلم في علم الحيوان، تخصص حيوان. فموجود رجل مسلم يقول ايه، يستشهد به، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لي قصة أولاد يعقوب ليعقوب. فترجمت
الرجل الأجنبي ده تخصص حيوان. قال إيه؟ قال هؤلاء كذبة اللي هم إخوة يوسف يكذبون. قال له طب ما احنا عارفين، ما هو القرآن بيقول كده. قال لك لا، أنا على يقين أنهم يكذبون. طب أنت جبت اليقين ده منين؟ ده أنت مش مسلم. شوف الجمال، شوف، خلي بالك، شيء لا يخطر على بال البشر. قال لك أصل هنا الكلمة اللي أنت ترجمتها لي بيقول لك إيه؟ فأكله الذئب. ها؟ إخوة يوسف يقولون لأبيهم يعقوب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يعني احنا هتقول علينا كذابين كذابين. فالراجل ده قال لك دول كذابين كذابين. طب ليه؟ ايه اللي عرفك؟ انت شفت؟ قال لك اه. قال لك ازاي؟ قال لك الذئب خلي بالك حيوان مفترس، يعني يصنف عند بتوع الحيوان متخصصين حيوان ايه؟ مفترس، مش حيوان آكل. ايه الفرق بين الحيوان المفترس والآكل؟ الحيوان الآكل زي القطة كده، لما بتيجي تاكل الفار بتاكله من راسه لديله، تاكله كله. انما الحيوان المفترس لا ياكل الا افضل ما في الفريسة. ولذلك لما بتشوف في عالم الحيوان تجد الاسد ياكل، ما ياكلهاش كلها، يجي وراه الضبع يكمل، وبعدين النسر، مش كده ولا ايه؟ هو بياكل افضل ما في الفريسة. الذئب ده حيوان ايه؟ آكل ولا مفترس؟ مفترس. فهم لو قالوا فافترسه الذئب هيقول لك طب وأين بقية ايه؟ يوسف، يبقى أكيد باقي منه، فعدلهم إلى أكله عشان يقول لك ما عادش ايه؟ باقي منه حاجة. تخطر على بال مين دي؟ لما يجي في القرآن يقول لك وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، آية من 1400 سنة قالها محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. تعرف دي يعني ايه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كا دي عندنا في العربية تشبيه، بتشبه شيء بشيء، والتشبيه في اللغة بيأتي تشبيه شيء غير مرئي بشيء مرئي عشان اخليك تشعر بيه تحسه. النبي هنا في الآية بيشبه ايه بايه؟ بيشبه الجواري المنشآت اللي هي المراكب الصغيرة، السفينة، بيشبهها بالأعلام. الأعلام في اللغة اللي هي الجبال، تسمى علم. العلم بيسمى علم ليه؟ لأنه شيء واضح بارز كبير، ولذلك يقول لك العلم لازم يكون فوق. ليه؟ عشان يبقى واضح. فالجبل علم لأنه شيء واضح كبير ضخم. النبي من 1400 سنة يقول إن السفينة دي هيجي وقت ستكون كالأعلام زي الجبال. في إيه؟ في ضخامتها وحجمها. شوف من يستطيع أن يقول هذا؟ طب دلوقتي سبحان الله يقول لك السفينة حاملة الطائرات. شوف على النت سفينة صينية مدينة متكاملة، مدينة كاملة كالأعلام. الله لما يقول لك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة من 1400 سنة. ويدرك في اللغة بمعنى يحيط به من كل جانب فلا يتركه أبدا. يعني ربنا بيقول لك ايه؟ أينما تكونوا يدرككم. وانت لو بصيت فيها في المصحف هتجد يدرككم فيها 2 كاف. انا نطقت كده واحدة زي النطق بتاع المصحف يدرككم، التانية عليها سكون. جم بتوع البلاغة قال لك طب احنا نطقنا كاف واحدة ليه؟ قال لك لما تلغي الكاف التانية يدل ذلك على سرعة
حدوث الشيء. ليه؟ لما تحذف مبنى بلا الكلمة حرف بتأثر الوقت، فدل ذلك على سرعة مجيء الموت للإنسان. طب النهاردة انت عمال تقول لي انا في عصر الفضائيات والنت والتكنولوجيا والنعجة دولي والنعجة مش عارف ايه، ها؟ طيب يا عم بسيطة يا سيدي، حد ملك رئيس زعيم اغنى اغنياء العالم هل يستطيع ان يفر من الموت؟ ائتني يلا يا عم، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم، شوف التحدي، في بروج مشيدة. ولذلك يجي لك التحدي هنا. طب ما هي آية ثابتة قاطعة لا تتبدل ولا تتغير، انت فين منها؟ انت فين منها؟ بل دعوني اقول لكم الله قال في حق الشيطان ذات نفسه أنه لا يمكن أن نراه، إنهم يرونكم من حيث لا ترونهم. طيب الشيطان ده اللي عم دوخ العالم ده مطلع علينا ناس تقول لك مفيش إله، ها؟ وناس تشكك في الدين. طب يا عم الشيطان أنا بقول لك اظهر بان خلينا نشوفك بس، دعنا نراك. الله يقول أنك لا يمكن أن تظهر لنا من 1400 سنة، ها؟ طيب يا سيدي تعالى اظهر لنا الوقت بان، ها؟ يستطيع؟ لا يستطيع، لأن هذا هو كلام الله. الله ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ أنا جبت لك الشيطان أو الكبير بتاعك اهو، تعال. لا يستطيع. ده ربنا سبحانه وتعالى يقول عن نفسه هل تعلم له سمية؟ هل يوجد شيطان ابن شيطان ملحد يستطيع أن يسمي نفسه بهذا الاسم الله؟ لا يمكن. لكن ممكن تجد واحد اسمه الشيطان، إبليس، أي حاجة. لكن هنا شوف ليه بقى؟ لأن هذا كلام الله لا يتبدل ولا يتغير. هذا الكتاب معجز. أي حقيقة في العالم، أي كتاب علمي حتى واخد جايزة نوبل، لازم تجد فيه تغيير وتبديل. يقول لك الطبعة الأولى، الطبعة الثانية منقحة، مزيدة، عدلنا، شلنا أخطاء. إلا هذا الكتاب، طب أنت بتقول لي الكتاب ده يا سيدي من عصر الصحراء. طيب ما هو الكتاب اللي من عصر الصحراء ده بيديك حقائق أنت لا تعرف عنها شيئا، بيقول لك حاجات أنت لا يمكن في حياتك أن تسمع بها. يبقى ده معجز ولا لا؟ إذا كنتوا أنتوا جايبين واحدة أيام مباراة كأس العالم كان يجيب لك حيوان كده يقول لك الحيوان المعجزة إيه يا عم؟ لك يتنبأ بنتيجة الماتش عشان ماتش كورة وانت مبهور بيه قوي. طب انا بقول لك تعالى هذا الكتاب المعجز كل كلمة وحرف فيه له دلالة لا يستطيع مخلوق على ظهر الأرض أن يأتي بمثلها. طيب أنت لو عايز تفهم انظر، لو أنت عندك مشكلة مش فاهم نص أو مش فاهم حديث تعالى وإحنا نفهمه لك. لكن أنت تجادل لأجل الإيه؟ التشكيك. ده بقى فرق تاني بقى، ده فرق تاني.
ولذلك انا قلت لكم قبل كده، بيجي يقول لك مثلا البخاري ده فيه اخطاء فادحه، كتاب البخاري يقول لك فيه اخطاء فادحه. الله يا اخي، قل انت لا تفهم وتعالى احنا نفهمك. اخطاء ايه؟ البخاري ده اصح كتاب بعد القرآن الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين انا هديك دلوقتي برضو تكة صغيرة كده. هي ايه قصة الشيطان كله على بعضه؟ قصة الشيطان انه تمرد على امر ربه. يعني ربنا امره بالسجود لآدم فلم يسجد، تمرد على الامر. خلاص؟ طب لو انت متمرد بقى بجد، ما تتمرد على كل حاجة. ده الشيطان الذي تمرد على امر ربه اعترف بربوبية الله، قال رب أنظرني. شوف، هو عايز يعيش إلى يوم القيامة ليضلل الناس، ليفسد الناس، ليهلك الناس. تخيل أنه يعيش دي ليست بإرادته، مش بإرادته، هو يعلم ذلك، فأسر المسافة، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. هو عايش دلوقتي ليه؟ لأن الله هو الذي أنظره، قال إنك من المنظرين. هي دي القصة. فأنا بقول للملحد اللي هو بقى يقول لك أنا ملحد ما فيش إله، بيتمرد على أمر الله. طيب يا سيدي، لو أنت جدع كده وبتاع، تمرد على أقدار الله. تمرد يعني إيه؟ يعني ربنا الذي لا تعترف به كتب علينا الموت. انت بتقول ما فيش اله، طب تمرد على ايه؟ على الموت. طب بلاش دي، تمرد على المرض. تمرد على ايه؟ على المرض. تمرد، مش هتعمل فيها بقى بتاعه. تمرد. يقدر؟ والله لا يجرؤ مخلوق أن يعلم ماذا سيحدث له بعد هذه الثانية. ما هو أصل انت عارف العجز بيجي منين؟ ده أمر مضحك جدا. شوف لما جينا أعلى نموذج في الكفر في العالم اللي هو نموذج فرعون، قال لك إيه؟ ما علمت لكم من إله غير. ده أنا ربكم الأعلى. ما حدش قال كده في العالم، في الكون كله. طيب واحد بيقول لك أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير، يعني أنت إله. طب ألف باء الألوهية الخلق. يوم يأتي العجز بتاع فرعون منين؟ شوف سبحان الله، فرعون الذي يدعي الألوهية كان يتمنى الولد، كان نفسه في ايه؟ في ولد. امال هو رب موسى ليه؟ نفسه في ولد، ولا يستطيع أن ينجب. شفت الإله ده؟ شفت واحد بيقول لك أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غير، وهو مش قادر يجيب لنفسه، مش قادر ينفع نفسه. ده قمة العجز ولا لا؟ قمة العجز. الآيات واضحات بينات، ولكن الله يقول ومن يعشو يعمى عن النظر في هذا الكون في آياته ودلائله، الذي إذا تبصرت فيه ببصر عشر معشار صحيح لقلت بمنتهى اليقين الجازم لا إله إلا الله. الله، فكيف بهذه العظمة وهذا الملك؟ ومع ذلك يمهل الله هؤلاء. شوف العظمة بقى، شوف الرحمة.
يمهلهم لعلهم يعودون. ليه؟ إن ربنا بيقول في القرآن ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم. يعني ربنا مش خلقنا عشان يعذبنا يا أخي، ده حتى المرض يصيبك عليه. المرض لما تمرض تاخد ثواب، ده حتى الجماع يصيبك عليه. إن في بضع أحدكم صدقة. يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا يتقلب في الجنة، شوف عمال يتقلب، يلعب ويجري مهيص في الجنة. عمل ايه ده؟ عمل ايه؟ كان بيجاهد؟ لا، شجرة، حجر، حاجة في الطريق شالها من طريق الناس. ممكن وانت ماشي كده حفرة ولا بلاعة ولا بتاع تعورك. شوف الإسلام وصل معاك لمرحلة ايه؟ الإسلام انت لو عملت دي، داريتها، شلت هذا الأذى الذي يسبب هذا الضرر للناس، تكون من أهل الجنة. شوف جمال الإسلام، دين أخلاق، دين أخلاق، وصل إلى قمة الأخلاق في العالم. ولذلك طالما الإسلام بعيد لا يمكن تجد العالم مستقر أبدا أبدا. لازم تجد حروب وتجد كل الكلام ده، لأن هذا فعل اليهود. شوف، يحبون الفساد في الأرض، لكن الإسلام دين رحمة، دين سماحة، دين عظمة. لذلك ربنا بيقول لك ومن يعش عن ذكر الرحمن، ما قالش هنا ومن يعش عن ذكر الله. ليه يا أخي؟ ده أنت لما تكون في الدين، في الذكر، في العبادة، تكون صلتك بالله قريبة، فتصب ايه؟ بالرحمة، تنزل عليك الرحمة، تنزل عليك البركة. وده شيء مهم، مهم جدا. ولذلك في حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يعرفه كثير من الناس، والحديثين كأن فيهما تناقض. الحديث الأول وكلاهما في صحيح مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. شوف، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. في حديث تاني عكسه يقول لك ايه؟ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فيقول لك ازاي لا تزال طائفة متمسكة بالحق، وازاي لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ ازاي؟ ما هو في ناس كويسة اهو. فيجي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم يقول ايه؟ شوف الجمال. تأتي ريح لينة تقبض كل مؤمن صالح على ظهر الأرض. ده في آخر في أيام بقى إيه؟ أواخر الإيه؟ الحياة. فلا يتبقى على الأرض إلا شرار الخلق. شوف، خلي بالك صفاتهم ايه دول؟ لا يقولون إلا منكرا، كل كلامهم منكر وباطل. ولا يعرفون معروفا،
كلما دعوا جاء الدعاء بعكس دعائهم. يعني تدعي يجي لك العكس. تقوم القيامة عليهم. يعني تفهم الحديث ده ايه؟ طالما في مؤمن صالح يبقى القيامة لن تقوم. يبقى متى تقوم القيامة؟ إذا خلت الأرض من الصالحين. ولذلك أنا بقول دايما الإنسان الصالح ده، الإنسان المؤمن التقي ده مصدر أمان لكل الناس، مصدر أمان. إذا قام بدوره في توجيه الناس للخير. لكن تعالى النهاردة واحد شغال عري يعمل لك أفلام لا غرض له إلا أن يصيب الشباب بالجنس. ده حتى أهل الفن بيشتكوا من هذه الأفلام القذرة. لكن الفن انحدر، كله قايم على جنس، دعارة، خمرة، بلطجة، فساد. لماذا؟ ماذا تريدون؟ يريدون جيلا فاسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تيجي تقلب تجد رجل لا هم له إلا التشكيك في الدين وثوابت الدين وسب التراث علنا علنا. طب ما هو ده يا ابني ممكن يودينا للهلاك، ده ممكن يسبب لنا مشاكل لا حصر لها. والطوفان إذا جاء، ده بقول اهو، إذا جاء الطوفان لن يفرق بين أحد وآخر. الإنسان يبعث على نيته. الإنسان يبعث على إيه؟ على نيته. ولا تغتر بإمهال الله لك. ما هيشوف البلاد اللي جنبنا بيحصل لها إيه، شوف بيحصل لهم إيه، ضنك. يبقى احنا لابد أن نتمسك بالدين في هذه الأيام، مصدر الأمان، مصدر الطمأنينة. إذا أردت أن تجلب عليك البركة فعليك أن تتمسك بدينك، أن تصلي لربك، تسجد له وتركع له وتعترف له بالوحدانية. ده أفضل ما يفعله الإنسان في القرن 21. أفضل شيء في الحياة كلها أن تكون عبدا لربك ذليلا له. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم. لكن التاني بيقول لك إيه؟ ومن أعرض عن ذكري، مهما كان شأنه، اسمه، جاهه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لازم حياته تكون ضنك في كل شيء. الدين مصدر الأمان. عشان كده لازم في هذه الأيام نقول للناس إذا أردتم معيشة طيبة فهي لا يمكن أن تأتي إلا بالدين وليس بشيء آخر. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. وإن شاء الله نكمل في لقائنا القادر إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.